ايه يا جماعة ما بنسمعش الكلام ليه؟ بصوا هتخلوني اعيط ازاي؟ ما بتعملوليش لايك ليه على الفيديو؟ الله، فيديوهاتي ما بتعجبكوش يعني عشان كده ما بتعملوش عليها لايكات. يلا بقى نخش نشوف القصة بتقول ايه النهارده. تقول السلام عليكم وعليكم السلام. انا اتخطبت لشخص لمدة سنة لمدة سنة. شخص قريبي من بعيد، وكان بيحصل بيننا مشاكل كتيرة أوي من طرفه هو، لكن عشان كان غيور جدًا لدرجة كبيرة أوي، وعلى طول بيتخانق معايا بدون أسباب، ولمّا فات كام شهر ونُص من الخطوبة بدأ يسمّعني ألفاظ غير لائقة تمامًا. الله على تنقيتِك للكلام. ومن فظاعتها أنا ما كنتش قادرة أشتكي لحد إن هو بيعمل كده، لقيته بيتمادى في اللي هو بيعمله ده وبيشتم أكتر وأكتر. طبعًا بقى شايفاكم أنا صوابعكم ما راحتش ناحية اللايك، فين اللايك يا جماعة؟ بيصدر منه ألفاظ غير لائقة كتير أوي. أنا أول بنت في حياته، الله! أُمّال لو كنتِ آخر بنت كان عمل فيكِ إيه؟ كان قطّعِك والّا إيه؟ المهم، هو كان متعلّق بيّا جدًا، ولمّا بيتعصب بيصدر منّه الغلط ده. هو بيغير وكان وبعد اللي أنا حكيته لِك ده كلّه، كمان كان حابب يتحكّم في خروجي ودخولي، أدخل إمتى وأروح مع مين وآجي مع مين والكلام ده كلّه. هو طبعًا لسانه غلّاط جدًا وبيسبب لي مشاكل كتيرة أوي، وبجد أنا مش قادرة أستحمل غلطاته الكتيرة أوي دي. المهم لمّا لقيته بيتمادى في الغلط وعمّال بقى متمادى، رُحت وصلت لأهله إنّهم يلغوا الموضوع والكلام ده كلّه. فهو لمّا سمع كده اتجنن طبعًا، وما رضيش يلغي الخطوبة. فقُلت مش مشكلة أدّي له كمان فرصة، وقعد فترة فعلًا ما يغلطش، وبعدين رجعت ريما لعادتها القديمة، وفضل برضه يغلط تاني. آخر مرّة قُلت له دي آخر فرصة، وبرضه حاول يوصل لي كتير، وأنا بجد سامحته، ولقيته زي كل مرّة، وما بقيتش عارفة أعمل إيه، علشان رُحت مشوار هو مش راضي عنه. فهو اللي اتصل بيّا وقال لي: "كل شيء اسمه ونصيب." وقتها بقى بالذات قررت إن أنا أفسخ الخطوبة حرفيًا، واديت له كل حاجته، وقُلت خلاص الموضوع ده مش هيتفتح تاني، وبجد أنا خلاص نهيت علاقتي بالموضوع ده، وبالإنسان ده خلاص. المهم أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا دلوقتي اتعلقت بيه ومش عارفة أعمل إيه. هو يوميًا رجع يبعت لي تاني، بقى لنا 3 شهور سايبين بعض، وهو بيتواصل مع أهلي كتير لإنه عايز يرجع لي، وعمّال يقول لي والله ما هاكرر الغلط ده تاني، وأنا مش عارفة أعمل إيه، خايفة أدّي له فرصة تانية يبقى زي ما هو ويرجع برضه يغلط. و تنصحيني بإيه لو أنا أختِك؟ عوّدي نفسِك طول ما أنتِ عند باباكِ ومامتِك لسه ما رُحتيش لبيت جوزِك، يبقى ما حدش يتحكم في دخولِك وخروجِك غير باباكِ ومامتِك، بس كده هو ده اللي أنا أعرفه. إنما بقى لا خطيبي يتحكم في دخولي وخروجي ولا الجن الأزرق حتى، طول ما أنا لسه في بيت بابا هو اللي يتحكم إمتى أخرج وإمتى أدخل بس. ولمّا تبقي مراته بقى ربنا يبقى يسهّلها. أنتِ لو أختي هاقول لِك لأ بلاش الإنسان ده، لإن لسانه غلّاط من أولها، فأنتِ عايزة لسانه غلّاط من أولها وعايزة تكمّلي معاه، يبقى بعد كده هيمِد إيده، وبعد كده هيعمل حاجات أنتِ مش هتكوني حاباها خالص، فما دام سكتِ له في الشتايم وفي الألفاظ اللي هي مش لائقة، هتسكتي له بقى في الضرب وفي الحاجات. فما دام هو واضح من أولها، واضح الراجل بيقول لِك أنا باشتم وبيشتم وبيغلط وبيعمل حاجات، ومرّة في مرّة هتلاقيه بيمِد إيده، ومرّة في مرّة هتلاقيه مش عارف إيه. فهو واضح، هو أنتِ اديتِ له مرّة اديتِ له فرصة مرّة و2 و3 و4، ولو اديتِ له مليون ألف فرصة هيفضل زي ما هو، بيغلط ويقول لِك والله ما هاكرر الغلط ده تاني، بيغلط ويقول لِك والله ما هاكرر الغلط ده تاني. فالموضوع واضح من أولها. صلّي استخارة لو أنتِ عايزاه، وأديني قُلت لِك على اللي فيها. ده لو أنتِ أختي أنا مش هاقبل إنِّك تتجوزيه، هو الطبع يغلب التطبع، بس كده هي معروفة، ده طبعه ومش هيغيّره صراحةً. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. باي باي.